مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا طالع الفيديو ده بس عشان اتكلم واقول ان في ناس بتقول لي انت ليه بقالك كتير ما بتعملش فيديوهات، انت ليه ما بتطلعش؟ عايزين خروجات، عايزين رحلة سيوة، عايزين الاقصر واسوان والحاجات بتاعت الشتاء. انا بصراحة يا جماعة مش جاي لي نفس اعمل فيديوهات وفي الاحداث اللي بتحصل دي. انا المحتوى بتاعي يا جماعة خروجات وفسح وسفريات. انا مش عارف اصلا ازاي انا هيجيلي نفس اعمل فيديو او ان حد هيجيله نفس اصلا يخرج ويتفسح والناس عماله تموت في غزه ومفيش حد بينقذهم ولا فيش حد بيلحقهم. طبعا حد هيقول لي طب خلاص احنا هنعمل لهم ايه؟ احنا هنصلي لهم وندعي لهم. طبعا احنا مفيش حاجه في ايدينا غير ان احنا نصلي لهم وندعي لهم، مسلمين ومسيحيين، كل واحد كده ان هو يقف يصلي ويدعي لهم ان ربنا يقف معاهم وما يسيبهمش ويعدي معاهم المحنه دي على خير، عشان احنا مفيش حاجه فعلا في ايدينا نعملها غير كده. هم ولاد الذين خلاص مفيش حد عارف يوقفهم، نتنياهو مفيش حد عارف يوقفه. يعني هو خلاص بيعمل اللي هو عايزه. الاول ابتدى يضرب البيوت وبيضرب مدنيين، قال لهم اخرجوا من البيوت واتجهوا للجنوب، راحوا للجنوب بيضربهم في الطريق. الناس راحت مستشفيات، بيتضربوا في مستشفيات، بيتضربوا في المدارس، بيتضربوا في كل حاجه وبوحشيه، وعمالين ينقلوا صوره غريبه للغرب بره، وعمالين الحكومات عماله تتكلم بتستهبلنا ان احنا هبل، عمالين يقولوا ان الحماس في قلب البيوت وقلب المستشفيات وهم اللي مسؤولين عن المدنيين دول وهم اللي مسؤولين عن. يا عم حماس ما حقهم يعملوا كده اصلا، ما حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه فيهم. والغرب والامريكا واقفه وفي ظهر اسرائيل واقفه غريبه جدا، ونتنياهو يا جدعان حرام بامانه اللي بيحصل دوت، ومفيش حد واقف بيتكلم ولا في حد واقف بيعمل حاجه. الناس كلها خلاص، الغرب كلهم والشرق، الناس كلها نزلت في مظاهرات وكله خلاص عرف ان نتنياهو دوت فاجر وكافر، ما بيعرفش ربنا وما يعرفش بني ادمين. دول فعلا يا جدعان وحوش مش بني ادمين. اللي اسرائيل بتعمله دي وحشيه، مفيش اي درجة انسانية موجودة عندهم. خلاص اللي هم بيعملوه ده يعني مفيش حد بقى قادر يقف لهم، مفيش حد قادر يطلع يقول لهم حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه ده، خلاص ستوب كفاية كده. ايه يا جدعان؟ احنا الدول العربيه، احنا 27 28 دوله عربيه، احنا مش قليلين يا جدعان في العالم، احنا تقال جدا. ده احنا لو وقفنا البترول بس عنهم، لو وقفنا الغاز، لو وقفنا شويه حاجات كده هيلوصوا وهيجوا يبوسوا ايدينا ورجلينا. وجدعان احنا برضو جيوشنا مش قليله، احنا ليه سايبين اهالينا والناس في غزه والغلابه والاطفال والستات؟ ليه حرام يا جدعان اللي احنا سايبينه فيهم دوت وقاعدين بس بنتفرج عليهم من ورا الشاشات؟ ما امريكا واوروبا وكل الدول واقفه في ظهر اسرائيل، واقفه مع انهم واقفين واقف ورا الغلط، ورا الناس اللي ما بتعرفش ربنا وما تعرفش الحق فين وما عندهاش اي ذره انسانيه. ليه احنا كمان ما نقفش ورا الناس دي ونقف في حقهم؟ يا عم لو مش هنحارب يا عم نقطع علاقتنا بالناس دي، نطرد السفارات الاسرائيليه من بلدنا، نوقف اي حاجه بنديها لهم، اي حاجه بقى، بترول، غاز، اي حاجه. كل واحد في كل دوله فينا عندها حاجات مميزه فيها، لو وقفنا ان احنا نديها للدول دي ووقفنا علاقتنا معاهم هم كمان هيتاثروا. هم عايشين يا جدعان على خيرنا، امريكا واسرائيل والناس دي كلها عايشه على خير العرب وخير الشرق الاوسط وخير البلاد بتاعتنا دي كلها وبترولها ونفطها وغازها والكلام ده كله. احنا ليه مستقلين نفسنا وليه ساكتين على المهازل اللي بتحصل دي؟ يا جماعه بجد اللي بيحصل هناك ده حرام. دول عدوا هتلر اللي هم بيعملوه، يعني هم كانوا متضايقين من هتلر اللي عملوا فيهم، دول هم طلعوا اوسخ من هتلر نفسه باللي هم بيعملوه دوت في البني ادمين هناك. منظر الاطفال وهي عماله تشهرق من كتر العياط، واطفال مش لاقيه اهاليها، واطفال تحت الانقاض، وكل يوم ضرب بيوت وضرب منازل وضرب في سكان ومدنيين. وامبارح يوصل بيهم الفجر ان يضربوا مستشفى يموت فيها اكتر من 500 ل 800 واحد بيموتوا بالدفعه واحده. ايه يا جدعان الفجر ده؟ منظر الصور ومنظر الجسامين والناس وعلى الارض، الشهداء وهم على الارض، حرام. ده ما يرضيش ربنا، ما يرضيش حد. يعني ايه الفجر اللي هم وصلوا له ده؟ يضربوا مستشفى واحنا برضه هنفضل واقفين ساكتين؟ ما ينفعش نفضل واقفين ساكتين ومنقضيها شويه هاشتاجات وشويه حاجات على تويتر وفيسبوك والكلام ده. ما حدش شايفنا وما حدش سمعنا، كلها شويه هاشتاجات احنا عمالين نسخن بعض بيها وشويه صور وحاجات عمالين ننزلها، وهم عمالين يضحكوا علينا وبرضه بيعملوا اللي هم عايزينه. نتنياهو تقريبا قاعد بيتفرج وفرحان فينا وفرحان في ان هو بياكل بيحرق في دمنا، وهو عمال يضرب تاني. النهارده الصبح برضه راح ضرب تاني وضرب بيوت تاني وضرب منازل تاني واطفال تاني ماتت. كل اللي حصل امبارح في مظاهرات بالليل بعد ضرب المستشفى المعمداني، وبرضه هو عمال يضرب. مفيش حد هيوقفه، مفيش حد هيقف له، مفيش حد يقف لاسرائيل دي يقول لها خلاص بقى ستوب كفايه عليكي كده، انت افورتي قوي في اللي انت فيه. يا ريت يا جماعه حد نتحرك. احنا بالنسبه لنا كمواطنين يعني مفيش حاجه فعلا نعملها زي ما قلت في بدايه الفيديو غير ان احنا نصلي وندعي لهم من كل قلبنا، مسلمين ومسيحيين، في كل صلاه بنقف نصليها نقول يا رب اقف مع الناس دي، اشفيهم، عدي بيهم المحن،
وكون معاهم وما تسيبهمش ابدا. مفيش حاجه في ايدينا اكتر من كده نعملها، لكن الدور الباقي بقى على القيادات بتاعتنا والناس بتاعتنا، هم فعلا دول اللي لازم يتدخلوا ويعملوا اي حاجه. يعني احنا مستعدين، احنا بنفوضكم، بنقول لكم احنا مش فارق معانا اي حاجه. انا عنديش اخوات ولاد وما عنديش حد، صدقوني لو دخلنا في حرب مع اسرائيل دي انا هتطوع في الجيش عندم فيهم. ويعني مش عايز اخش في درجه انتقام ودرجه غل وخنقه من اللي هم بيعملوها زي ما عملوا في فلسطين بسبب الحركه بتاعت حماس. بس فعلا يا جماعه احنا بنتعامل مع، مش عايز اقول بني ادمين عشان احنا دول ما يتصفوش ببني ادمين، دول مسيح الدجال يا جدعان. خلاص امريكا والناس كلها عماله تمشي وراهم، وهم عمالين يموتوا ويقتلوا في كل اللي مش ماشي، كل اللي ماشي ضدهم. خلاص محدش عارف يوقفهم. مش عارف يعني بصراحه هنعمل ايه. سامحوني انا لو طولت واتنرفزت وطلعت الكلام ده كله، بس انا مغلول ومخنوق، وبصراحه ماليش نفس ولا اعمل فيديوهات ولا نخرج ولا نسافر ولا نعمل اي حاجه في ظل الظروف الناس اللي بتحصل دي والاهالي والاطفال، واحنا مفيش في ايدينا حاجه نعملها غير ان احنا ندعي لهم. سامحوني لو طولت عليكم، وصلوا لاهالي غزه وربنا معاهم.